في العادي هتفتحوا الفيديو تلاقوني بسألكم فاكرين سبيس تون؟ بس السؤال المرة دي أعمق من كده شويتين، عشان سبيس تون ما بتتنسيش، بس القناة ليها أبعاد أكبر بكتير من اللي أنت فاكره أو اللي مخنا استوعبه في السن ده. وبخلاف ذكريات كرتونك المفضل وأغنيتك المفضلة، محدش فعلا رجع لورا وفكر في تفاصيل القناة دي، التفاصيل المدروسة اللي صنعت محطة في حياتك استحالة تتمحي. محدش فاكر بالشكل اللي القناة تستحقه. فريلاكس واطلع معايا على المركبة دي نروح رحلة للمكان اللي ابتدت فيه أهم حكاية في طفولة مواليد التسعينات. قناة شباب المستقبل. الموضوع ابتدى في سوريا سنة 85. ابتدى مركز دبلجة اسمه الزهرة أو فينوس بدبلجة شوية من أعمال الكرتون بتاعت السبعينات والثمانينات الياباني والعالمي، وتوزيعها على القنوات الأرضي في المنطقة العربية. القنوات دي كلها كانت مملوكة للدول حكومية يعني، وما كانش فيه غيرها خالص، واستمر الأمر ده 15 سنة بحالهم من 85 ل 2000. الزهرة تدبلج، البلاد تشتري وتعرض، وشكرا على كده. الشركة تدريجيا لقت إن عندها محتوى وطاقة عمل تاخد الشركة في حتة تانية، مكتبة كبيرة قوي من المحتوى المدبلج ومدبلجين على قوة الشركة من أقوى المواهب. بس قبل ظهور وانتشار الدش والساتلايت كانت التكلفة عالية جدا لإنشاء أي قناة عليه، وعدد المشاهدين وبالتالي المعلنين قليل، فمش مجزية. ما كانش في طريقة خالص إن الشركة تعمل حاجة تانية بخلاف التوزيع. أصل يعني المنصة الوحيدة هي القنوات المحلية، هنعمل إيه يعني؟ قناة جوه قنواتهم؟ استنى كده، هيحصل حاجة لو عملنا قناة جوه قناة منهم. سنة 99 راحت شركة الزهرة لقناة البحرين تعرض عليها مشروعهم سبيس تون، فقرة مطولة بمثابة قناة صغيرة تتعرض على قناة البحرين لمدة 7 ساعات يوميا. وقد كان قناة البحرين عجبها المحتوى واتحمست له، والبث بدأ بالفعل سنة 2000 وقعد سنتين كاملين بنجاح كبير. قناة شباب المستقبل وبرعاية كريمة هيئة الإذاعة والتلفزيون في دولة البحرين. ولكن بعد السنتين دول اختلفت الإدارات واضطروا الانفصال، ودلوقتي سبيس تون بقت في الطل. لكن عقد قناة البحرين ادى الدفعة المادية والمعنوية للقائمين على قناة سبيس تون أو فقرة سبيس تون، واللي هم مركز الزهرة، إنهم يستقلوا تماما. والدش كان انتشر بشكل كافي إن يخلي قناة فضائية في الوقت ده مشروع أقل مخاطرة بكتير، مازال مكلف ولكن المشاهدين أكتر فالمعلنين أكتر. دلوقتي جولتنا هتبتدي داخل القناة اللي مش بس شكلت طفولة ملايين، ولكنها كانت أذكى كيان إعلامي على الإطلاق. جاهزين؟ القناة هندست واتصممت بتفاصيل دقيقة جدا، مفيش حاجة بالصدفة ومفيش حاجة بالفهلوة، كله معمول لسبب. سبيس تون هويتها الأصلية قائمة على إنها مش قناة تلفزيون، بل هي عالم موازي أنت بتخش بابه من التلفزيون. فكرة إنشاء عالم موازي دي جت من شيء بسيط كلنا عشناه وعارفينه وكان في تكويننا، قدرة الطفل على الخيال، وإنه يستخدم الخيال ده إنه يروح أي مكان لو اديته تفاصيل كفاية عن المكان ده من غير ما يتحرك خطوة، مجرد يسرح بخياله حتى لو المكان ده مش موجود. وهو ده جمال الخيال. دي التفصيلة البسيطة في عقلية الأطفال والمراهقين الصغيرين اللي سبيس تون فهمتها واستغلتها أفضل استغلال. لما تيجي تفتح قناة سبيس تون لأول مرة في 2002 هتلاقي عالم افتراضي مصمم في الفضاء الخارجي. واخد بالك؟ احنا خرجنا بره الكون كله ورحنا لكون موازي، بتسبح في العالم ده بأدق تفاصيله بكواكبه ونجومه وألوانه الداكنة، بترسم صورة مفصلة للخيال عشان تقدر تروح هناك بمجرد ما تفتح التلفزيون. العالم الخيالي لسبيس تون في الفضاء الخارجي بيبدأ من أول ما تفتح القناة، بيبدأ حرفيا على متن مركبة فضائية تاخدك رحلة ما بين الكواكب اللي حواليك. بالنسبة للكواكب، عالمنا الخيالي مكون من 10 كواكب، وكل كوكب الحياة عليه بتتمحور حوالين موضوع واحد، موضوع أو نشاط واحد بس على الكوكب كله: الأكشن، الرياضة، المغامرات، التاريخ، السينما، الكوميديا، العلوم، التعليم، البنات بس، الأطفال بس. عايزك تشوف معايا على الشاشة والكوكب تفاصيله بتتعرض قدام عينيك بسرعة ودقة تخلي خيالك يمشي هناك، مودك كله يتنقل من مكان ما انت موجود لكوكب ملوش وجود. وكل كوكب متفصل على قد اهتماماتك والحاجات اللي بتحبها، يرضي كل الأذواق من المتابعين. اختار كواكبك المفضلة وافتح التلفزيون واركب معانا، هنديك توصيلة إبداع وفهم حقيقي لقوة الخيال وأهمية التفاصيل في السن ده، وبداية إدراكنا وخصوبة خيالنا. طبعا الكواكب دي زي ما صنعت خيال وحالة، صنعت كمان شريحة إعلانية للقناة. دلوقتي المعلن يقدر يستهدفك بدقة أكبر ويعلن مخصوص على كواكب معينة بحالها، دي مش حاجة موجودة في أي قناة تلفزيونية تانية. في إعلانات كوكب أكشن هتبقى ألعاب الأكشن، كوكب زمردة تبقى ألعاب البنات، كوكب رياضة ألعاب ومستلزمات رياضية، وهكذا. ده هيساعد المعلن يستهدفك أكتر ويساعد المشاهد ما يخرجش قوي من مود الكوكب حتى في الفصل الإعلاني. إحنا لسه عايزين خيالك، بذمتك مش ملعوبة.
اهم شيء في قناة سبيس تون، ومش ببالغ وانا بقول اهم، هي الموسيقى. كل حاجة كانت بموسيقى، كل حاجة مهما كانت صغيرة ليها مقدمة غنائية من موسيقى مبدعة واصوات رقيقة وحساسة بشكل يوصل لقلب الصغير والكبير. مركز الزهرة والقائمين عليه والمواهب اللي فيه كان عندهم ايمان غير عادي ان الموسيقى هي اهم مدخل للطفل وعقله وخياله وقلبه، اهتمام غير طبيعي بالموسيقى. بس مش اي اغاني ومش اي موسيقى، مش مجرد نغمات وكلمات على نفس الوزن تخلي الطفل يضحك، وده كان النوع السائد لاغاني الاطفال في الوقت ده تحديدا. فريق سبيس تون راهن رهان كبير قوي على عقل الطفل. قالوا ان الكلمات والمعاني مش لازم تبقى سطحيه عشان الطفل يفهمها، والالحان مش لازم تبقى متواضعه وبسيطه. انت بتحاول ترفع من الطفل مش تنزل لمستواه، انت بتحاول ترتقي بالطفل مش تخليه في مكانه. ومن هنا ابتدى تطبيق فكره ان الالحان تبقى مركبه وناضجه وعميقه وكلماتها اعمق واعمق. اختيار الالفاظ والمعاني بمنتهى العنايه، تخلق اغاني مكتمله الاركان وغير منقوصه على اساس ان الطفل مش قدها او الطفل مش هيستوعبها. شركه الزهره شافت الطفل حاجه اكبر بكتير واعمق بكتير من نظرتنا ليه، نظره احترافيه وعلميه تفوق كل الكلمات. دي رشا رزق، لو تعرفها احتمال كبير تكون ابتسمت لمجرد صورتها بس، لو ما تعرفهاش فهي اللي عملت الحاجات دي. أستاذة رشا قالت نصا كلام بيلخص منهجية مركز الزهرة وسبيس تون بشكل كبير. عندما نقوم بتأسيس جيل نعطيه موسيقى جيدة، نرفع من سوية الفن لديه ونحارب الموسيقى اللا أخلاقية والتي لا تتمتع بالسوية الفنية، ونسرق المسامع إلى موسيقى ومعاني راقية. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ ده بقى طارق العربي ترجان، المؤدي والمغني والملحن السوري المسؤول عن التحف دي. أستاذ طارق قال كلام بيأكد على اقتناع الفريق إن عمق الكلمات ونضجها من أولويات القناة. أؤمن بأن الطفل لا يكتفي بألحان الأغنية نفسها، بل هو قادر على امتصاص واستيعاب المعاني والكلمات لتكون جزءا من بناء شخصيته. الأغاني دي اتعملت باحترافية شديدة لدرجة إن مغنيين سبيس تون دلوقتي بيعملوا حفلات في أرقى الأماكن وكامل العدد، وأستاذ طارق بيعمل حفلات مستمرة في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصري. بالمناسبة الدخول بيبقى بالزي الرسمي، يعني بتروح ببدلة وكرافات عشان تسمع سابق ولاحق وعلى قلبك زي العسل. الأغاني اللي عملوها بإبداع للطفل فضلت معاه ولو بعد 20 سنة. مفيش إتقان أكتر من كده، مفيش صنعة أحلى من كده. وما ينفعش نجيب سيرة الأغاني من غير ما نتكلم على افتتاحيات الكواكب. عايزك تاخد ثانية وتفتكر لما كانت افتتاحية من دول بتيجي كم السعادة اللي كانت بتنزل عليك والتشوق اللي بتحسه. انتهت رحلتنا في كوكب تاريخ. انطلق. القناة كانت ليها ميعاد في الفتح والقفل عشان ما تخليش الأطفال تسهر وكده. تقريبا كانت بتقفل 8 بالليل في أيام الدراسة و10 بالليل في أيام الأجازات، وده على حد ذاكرتي. وكانت لما تيجي تقفل بتاخدك على المركبة وتعبر بيك من كل الكواكب. بعد كده يطلع شعار سبيس تون مع موسيقى الأتاري اللي كانت بتصيبني بحالة توتر شنيعة. سبيس تون، قناة شباب المستقبل. سبيس تون، قناة شباب المستقبل. في تحت سبيس تون. ابتديت كلامي ان كل حرف في هوية القناة له معنى. القناة هنا بتؤكد وبدون شك ان هي شايفة الطفل بمدى ابعد بكتير من اي حد تاني او كيان تاني. الجملة دي تعبر عن استثمار بشري، استثمار انساني. انا مش بكلم طفل النهاردة، انا بكلم شاب بكرة. اللي القناة بتقولهولك النهاردة هتشوف اثره عليك بكرة، اللي القناة بتوريهولك النهاردة هشوفه فيك انت بكرة. شباب المستقبل، وللعلم انت شباب المستقبل. انا يا بنتي كل اللي بيشوف الفيديو دلوقتي حالا هم دول اللي سبيس تون في يوم وصفتهم الوصف ده من 20 سنة. اهلا بشباب المستقبل. اختيار الاعمال وكتابة النص بالشكل اللي بيحصل في مركز الزهرة صعب قوي تلاقيه في حتة تانية. تأدية الاصوات كانت في منتهى التعقيد. اللغة كان عليها تجديد غير عادي، غير مقبول باي انحرافات او لهجة عامية او اي ضعف في النطق. الدبلجة لازم تبقى ماشية مع حركة شفايف الكرتون. كان في تركيز على الدقة اللغوية من حيث ان ما يبانش اي لهجة للي بيتكلم وما تعرفش موطنه الاصلي. والله وبدأ يوم جديد. ده عشان يخلي القناة موحدة في كل بيت في الشرق الأوسط مع تنمية اللغة كمهارة وكاعتزاز. ما كانش مسموح يطلع لك أي شيء فيه عيب، وده كان بيخلي عملية الدبلجة مرهقة جدا، لكن كلنا عارفين جودتها وعارفين إن المجهود ده ما راحش هدر. بعد يدك عني، أنا لا علاقة لي.
انا المحقق الشهير توجوموري. اغلب واهم اعمال القناه كانت الانمي الياباني بجانب مختارات بسيطه من الكرتون الانجليزي والكرتونات العربيه زي طبعا دمتم سالمين. لكن الاغلب هو الانمي الياباني، وده له اسباب كتير جدا، تنوع الاعمال ورقي القصه والذي منه، ولكن الاهم هو قابليته للدبلجه. دبلجه الانمي الياباني للعربيه الفصحى بتطلع نتيجه ساحره، بتطلع بشكل تلقائي وطبيعي ولايق على الرسومات وملامح الابطال وردود افعالهم. طبعا ده كله يرجع لمجهود مؤديين مركز الزهره العباقره، ولكن بدون الانمي الياباني ما كانش هيظهر السحر اللي احنا نعرفه ده بالشكل ده. ما تفهمنيش غلط، كان في اعمال على سبيس تون كانت امريكاني واوروبي، خصوصا كوكب كوميديا اللي معظم اعماله كانت امريكيه والدبلجه فضلت لذيذه. نوع الاعمال كان دايما ماده خصبه للرسائل والقيم والمبادئ اللي هيتعلمها الطفل اللي القناه بتستثمر فيه. اكتر رساله لسبب ما تم التركيز عليها هي المثابره والشجاعه. ما تسيبش هدفك، اجري ورا حلمك، ما تيأسش، ما تخافش، خليك شجاع. الاعمال المختاره ساعدت القناه تقدم كل المفاهيم دي بذكاء ودقه شديده جدا. 강한 힘과 도전이 함께하는 곳. ايوه ده كان كوري فعلا، انت مش بتهلوس. تعال احكي لك. الفيديو ده كله مش معمول افوره مني او عشان انا بس بحب سبيس تون قوي. القناه فعلا منفرده وقيمه وملهاش مثيل، مش بس في المنطقه العربيه بل في العالم كله. مفيش حد خالص حط كميه المجهود ده في الهويه والانيميشن والفواصل والشارات والعوالم والكواكب، ده ما حصلش. ده نموذج فريد جدا من نوعه، واكتر حد عارف ده هم اداره القناه نفسها. وعشان هم عارفين ان في ايدهم نموذج ما اتعملش في اي حته في العالم، جالهم التساؤل ليه ما نوديهوش احنا للعالم. ومن هنا ابتدى كيان سبيس تون انترناشونال. وبالفعل ابتدوا سبيس تون الانجليزيه وكمان راحوا اندونيسيا في نفس السنه 2005. القناه الاندونيسيه لقت استحسان واسع والاطفال اتعلقت بيها جدا. في نفس السنه اتفتحت قناه سبيس تون كوريا، ولكن قفلت بعد وقت قليل. في 2009 اتفتحت سبيس تون الهند وبرضه اتقفلت بعدين. في ليله راس سنه 2009 اتفتحت سبيس تون مالياتكو في اوكرانيا. Space Tune Малятко. Канал молоді і майбутнього. وبعد 4 شهور فقط من القناه انفصلت سبيس تون عنها وبقى اسمها مالياتكو تي في وما بقتش تبعهم. سبيس تون اندونيسيا كانت التجربه الاكثر نجاحا واستمراريه. في 2013 تم الاستحواذ عليها من شركه نت فيزي ميديا الاندونيسيه. مفيش معلومات كافيه عن اسباب غلق القنوات، بس الاكيد ان ده يدينا فكره عن طموح اداره سبيس تون واستيعابهم لقدر وقيمه مشروعهم، وانهم فعلا عملوا حاجه تستحق العالميه. الكرتون جاي من بلاد بره، يعني ممكن يبقى فيه كلام مختلف كل الاختلاف عن الثقافه في المنطقه، ممكن يبقى فيه ايحاءات او عنف او وده خلى سبيس تون تقوم بدور رقابي شديد الصرامه، وده كان طبعا مجهود كبير بس يبان بقى فعلا في اهم اعمال القناه. كونان ده بقى اكبر مثال لمجهود الرقابه اللي كانت بتعملها سبيس تون. المسلسل الياباني مش مصنف اطفال اساسا، فهو انمي جريمه لمن فوق ال 14 سنه. الكرتون الاصلي روحه مختلفه جامد عن نسخه سبيس تون البريئه. يعني مثلا العم توجو ما كانش دائما يصيبه النعاس، بل كان سكران طينه ومرمي في البار 24 ساعه. القاتل ما كانش دائما يشعر بالندم يا سيدي، بل احيانا كان بيقول ايوه انا قتلتها عشان دي ولاد وكان لازم تموت. رام ما كانتش خطيبة سينشي، بل كانوا متصاحبين عادي. في حلقات الجرايم فيها كانت قاسية جدا وتفاصيلها شنيعة، كان في إيحاءات جنسية، عبارات غير ملائمة ما تعدش. عايزك تتخيل كم المجهود اللي اتحط في كونان لوحده بس عشان يوصل لك بالصورة دي. سنعود بعد قليل. عدنا. الإعلانات والرعاية كانت أهم مصدر دخل لسبيس تون، ولكن سياسة الإعلانات كانت صارمة جدا. مش أي حد يقدر يعلن على سبيس تون، ولما الإعلان كان بيتقبل أحيانا بيتم التعديل عليه، وكمان المدبلجين نفسهم ممكن هم اللي يقوموا بالصوت بتاع الإعلان عشان يحافظوا على نفس مستوى اللغة والنطق والأداء حتى بره الكرتون. ولكن كان في جانب من الإعلانات اتهاجم مهاجمة قاسية، وهي إعلانات الألعاب. المنتقدين قالوا ببساطة إن الإعلانات دي بتضلل الطفل وبتضغط عليه. اشتري اللعبة دي وهتبقى زي البطل بتاعك أو مع البطل بتاعك، وده للطفل امر ضخم وبيخليه مضغوط جدا انه لازم يجيب اللعبه دي عشان يبقى زي البطل او مع البطل. بشكل يعني بيستخدم الطفل هنا كاداه تجاريه عن طريق الضغط عليه. فهنا اترفع سؤال، ازاي قناه بتستثمر في الطفل وحاطه تفاصيل وقواعد وقوانين كلها لحمايته، وفي نفس الوقت ممكن تكون بتستغله تجاريا وبتضغط عليه كده؟ لكن قناه سبيس تون قالت ان ده ما كانش مقصود، وان دي مجرد دعايه، وان سبيس تون هي المنصه الوحيده اللي بتفتح للطفل بابها طول السنه وبدون اشتراك وبدون رسوم.
بنفسهم، على عكس منافسيها زي ديزني اللي كانت باشتراك غالي جدا، او ارتينز اللي كانت بتتشفر وبتفتح في فترة الصيف فقط. ولكن من الذاكرة وعن تجربة الاعلانات كانت فعالة فعلا، والطفل كان دايما بيحاول بكل الطرق انه يجيب اللعب دي، سواء انه يزن على اهله او يحوش من مصروفه. الالعاب بتاعت مسلسلات سبيس تون عملت غزو في العالم العربي، وبالاخص طبعا دول الخليج. في مصر قلبت الدنيا برضه، خصوصا عربيات سابق ولاحق. عربيات المسلسل ده كانت منتشرة جدا لدرجة ان اتعمل مسابقة تنظيم سبيس تون هنا في مصر بتراك ضخم للعربيات الصغيرة دي، وكان مكانها في جنينة مول مدينة نصر. اللي فاكر السباق ده على الكومنتات على طول وقول لي انت فاكر ايه. ده حدث اتنسى ومفيش اي اخبار عنه في اي حتة، وهتبقى حاجة هايلة جدا لو فكرتنا بيها معاك. رغم كل اللي قلناه ده، استحالة ما تلاقيش انتقادات أو هجوم، يبقى في حاجة غلط في الدنيا. القناة هاجمت لأكتر من سبب، زي مثلا الرقابة الزايدة على بعض الأعمال اللي غيرت من ملامحها، أو على حد تعبير البعض شوهتها، وزي مشكلة الإعلانات اللي قلنا عليها، وإزاي الطفل كان ممكن يبقى في موضع استغلال تجاري محتمل. وبرضه في مجتمع الدبلجة القناة هاجمت بشدة على إنها مش بتشرك بقية المدبلجين العرب اللي من خارج سوريا، وإن كل المواهب والفنانين اللي في القناة سوريين فقط. الاتهام أخد شكل إن في تمييز أو تبديل جنسية على أخرى. الحقيقة أنا مش شايف إن ده كان تمييز أو شيء شرير من سبيس تون. القناة والشركة من سوريا، والإدارة من سوريا، والمواهب اللي طلعت بيها الشركة من قبل حتى ما سبيس تون تتأسس برضه من سوريا. ده مش تمييز على قد ما هو شيء منطقي جغرافيا على الأقل. لو بصيت على بعض منافسين شركة الزهرة هتلاقي مثلا الشركة اللبنانية ايمج برودكشن هاوس أغلبية الفريق من لبنان. شركة مصرية ميديا هتلاقي فيها أغلبية المواهب مصرية. موقع الشركة وجنسية الإدارة ونوعية الدبلجة واللازم منه بيترتب عليه جنسية فريق العمل. وسبيس تون قناة بمجهود سوري من مواهب سورية من قبل نشأتها. طبعا كان هيبقى جميل ان يتم اشراك مدبلجين من كل انحاء المنطقة، ولكن ان ده ما حصلش ما يخليش سبيس تون في موضع التمييز. ده اتهام كبير. سبيس تون سابت بصمة ساحقة في جيل التسعينات، شكلت ذكريات وعقول، وسابت حتة في القلب ما اعتقدش هتقدر تتمحي، من الحاجات اللي بترجعك لنقطة نقية جدا في حياتك. بس هل ده احساس الجيل الجديد؟ خلينا اقول ان الشريحة المستهدفة لسبيس تون من 4 ل 16 بعد ما جيل التسعينات كبر وبقى رسميا بره الشريحة المستهدفة، براها خالص. ده كان معناه ان اول دفعة من الاجيال اتخرجت بسلام، بس مكان الدفعة دي ما جاش دفعة تانية، بقى في فراغ. سبيس تون لقت نفسها وسط عالم مراقما واطفال عندها تابلت من قبل ما يتعلموا الكلام. المحتوى بقى موجود في كل حتة وعلى 10 منصات، وجديد وبجودة اعلى وفي اي وقت. قنوات التلفزيون نفسها كفكرة الطلب عليها قل جدا، ومحدش بقى عنده خلق ليها. الهوية والتفاصيل اللي اتبنت بمنتهى الدقة في مطلع الالفينات مش هتاكل تماما مع الاطفال اللي عندهم ليفل الوحش من التكنولوجيا. الدنيا فعلا اتغيرت في اقل من 15 سنة بشكل خرافي محدش توقعه ولا عمل حسابه، وسبيس تون وقعت في الازمة دي. مواجهة جيل بالشكل ده مخيفة جدا، انت مش عارف تعمل ايه. ده خلى سبيس تون تعمل هوية جديدة في 2013 عشان تحاول تلاحق باي شكل وتكسب الجيل الجديد. غيرت الانيميشن بتاعها عشان يبقى عصري اكتر وتفاصيل اكتر و3D اكتر. بالنسبة للهوية وتصميمها التحديث كان واجب وما ينفعش القناة تغرق في الماضي، بس هل ده كان افضل تحديث؟ خلينا نبتدي بان نقول ان الانيميشن مبهر جدا والتفاصيل غير عادية، ولكن التفاصيل كتير جدا، ودي في حد ذاتها مشكلة لانك مش سايب اي مجال للخيال زي زمان، والموضوع ممكن يبان صناعي اكتر من اللازم. مجرد مقطع 3D مبهر بس الروح منزوعة تماما. لو دخلت القناة دلوقتي كواحد من اللي اتربوا على القديم هتحس بغربة، ولو دخلت كمشاهد جديد مش هتحس باي شيء سبيس تون كانت بتحسسه للاطفال زمان. الهوية الجديدة كان ممكن تبقى افضل من كده. تحسين الانيميشن كان عظيم، لكن تحويل الرحلة الذكية اللي بتخلي خيالك يشتغل لمجرد 3D شكله حلو وتفاصيله زحمة، في رأيي ده ما اداش افضل نتيجة. وكان بالتأكيد في شيء او تنفيذ اكثر اتساقا مع هوية سبيس تون اللي تسببت في دخولها كل القلوب دي. حصل برضو تحديث للاغاني، وبالنسبة لي ما كانش ايجابي تماما. آلات زيادة، أصوات زيادة، والإحساس بتاع السهل الممتنع أو البساطة المعقدة اللي كانت سبيس تون بتوصله لنا زمان ما بقاش موجود خالص. باين كل المحاولات لمواكبة الجيل اللي شارخ بسرعة عجيبة، لدرجة إن كوكب أكشن بقى فيه حتة راب. الالحان والاغاني بتاعت الكواكب بنسخها القديمه افضل بكتير في رايي، ولا تقارن بالجديده خالص. بس انا اتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات، يمكن الموضوع مني انا. عموما اتمنى يحصل تحديثات تانية للهويه ويتعاد التفكير فيها في وقت قريب. ودي مش الحاجه الوحيده اللي سبيس تون عملتها عشان تحاول تفضل موجوده. لما القناه لقت ان جيل التسعينات كبر بس لسه بيحب الانمي، قالت ما اعمل قناه مخصصه للانمي بس للسن الاكبر شويه، وسمتها سبيس باور. الموضوع قابله مشاكل كتير جدا، حقوق
ملكية الانمي غالية جدا نسبيا او ماضي عقود حصرية مع منصات اخرى، فاستحالة تعرف توفر للمشاهد اجدد الحلقات او حلقات حصرية او مسلسلات مش عند غيرك. ده غير ان الرقابة كانت تنفع مع الاطفال، لما بتكبر بتبقى مش حابب تماما تشوف عمل مقصوص منه اي مشهد، خصوصا لو النسخة كاملة متاحة في حتة تانية. الممنوع مرغوب بقى، ما بتحبش حد يقولك تشوف ايه، المهم انه ما بياكلش عيش. فايه اللي يخليني اروح لقناة بتقدم لي محتوى قديم بجودة اقل ومشاهد محذوفة؟ طبعا القناة قفلت في 2014. بس برغم كل التحديات دي سبيس باور كان ليها جمهورها اللي زعل عشان اتقفلت، وده اللي خلاها ترجع تاني في 2016 بس على شكل فقرة في سبيس تون، وكانت بتبتدي بعد الساعة 10 بالليل، يعني حاجة كده قريبة لايام زمان. في 2019 تم اطلاق ابلكيشن سبيس تون جو. لاول مرة سبيس تون تعرض محتواها بشكل مدفوع في تاريخها كله، خطوة خدت 20 سنة عشان تحصل. الابلكيشن كمان فيه مشاكل، زي انه مثلا مش موجود غير على الموبايل فقط لا غير، مفيش ابلكيشن على التلفزيون او حتى على اللابتوب، رغم ان الابلكيشن بقاله 4 سنين موجود. من الاخر حاليا سبيس تون بعد ما خرجت جيل كامل مش قادر ينساها، معرفتش تصنع نفس المجد والنجاح او حتى تقرب منه بسبب التغيير السريع جدا اللي حصل ما بين الجيلين، وعدم استعداد القناة لحاجة زي كده، ولا وجود موارد كافية انها تواكب بشكل سليم زي ما عملت اول مرة. اتمنى سبيس تون تفضل موجودة وتلاقي طريقها مع الاجيال الجديدة، وتفضل ذكرى بتتنقل من جيل لجيل. ممكن يكون ده حلم، ولكن سبيس تون ايه غير حلم كبير. لو كملت للنقطة دي في الفيديو، اولا اشكرك بشدة، ثانيا احب اقولك ان كل مرة بتشوف فيديو من كرتونك المفضل، او بتسمع اغنية لرشا رزق، او بتشوف فيديو زي الفيديو ده، كل ده تأكيد ليك ان سبيس تون كسبت الرهان على الجيل بتاعنا اللي كان طفل من 20 سنة لما القناة طلعت، ودلوقتي بقى شباب المستقبل. القناة ما صنعتش مننا افضل اشخاص في العالم، ومش كل المبادئ اللي اتعلمناها كان سهل نعيش بيها، والحياة طالع نازل، ولكن في جزء جوانا لسه هناك، لسه في الكواكب والنجوم والاغاني والكلمات، الكلمات اللي كان كلها معاني في يوم كانت بتوصل لنا بصدق شديد، رغم ان الكل كان فاكر انها كبيرة علينا. يمكن قناة اطفال واحدة مش هتخلينا افضل ناس، ولكن هي ادتنا افضل وقت، والوقت وتأثيره لسه عايشين معانا. ما تنساش تشترك في القناة عشان الذكريات جاية كتير، واللي جاي احلى. اراكم على خير.